عارفين لما تستخدموا حاجة وتبقوا خايفين الناس تعرفها وتنتشر جدا ويكون الطلب عليها عالي وسعرها يغلى؟ اهو ده بالظبط اللي مش عايزاه يحصل مع المنتجات دي، وكلمتكوا عنهم قبل كده وهكلمكوا عنهم تاني النهارده. انا بس عايزة اعرف ازاي في بنات لحد النهارده ما تعرفش الوايت مينز وايت والميلا اكني سيروم، ودايما انا بتكلم عن المنتجين دول مع بعض لانهم مكملين لبعض، بس عادي انك تدخلي اي واحد منهم في الروتين بتاعك، والاتنين مناسبين للبشرة الدهنية والمختلطة، والوايت مينز وايت ممكن ينفع مع اي نوع بشرة عادي. هكلمكم عنه بسرعة، وفي فيديو انا عملته قبل كده عنهم بالتفصيل وهسيبه لكم في الديسكربشن. الوايت مينز وايت هو منتج مصري بسعر مصري، بس بينافس منتجات مستوردة اغلى بكتير وفيها نفس التركيبة. تخيلي منتج يكون انتي ايجينج بيفتح البشرة وبيرطب في نفس الوقت. اول حاجة بتيجي في تركيبة البرودكت وهي فيتامين سي، يعني تفتيح وتوحيد لون البشرة ومضاد أكسدة، وكمان بيحفز الكولاجين وبيعالج التصبغات. تاني حاجة بتيجي في التركيبة وهي فيتامين اي، وده بقى بيرطب البشرة وبيحمي من الجفاف، وكمان بيعزز تأثير فيتامين سي. وفي كمان مستخلص الكافيار، وده بيغذي البشرة وبيشدها وبيحسن من مرونة الجلد، وكمان بيقلل الخطوط الرفيعة. في واحد من أقوى المكونات لتفتيح البشرة وهو الألفا أربيوتين، وده بيقلل من إفراز مادة الميلانين وكمان بيعالج التصبغات. في كمان هايلورونيك أسيد، وفي صوديوم هايلورونات، وده شكل أخف من أشكال الهايلورونيك أسيد، بيرطب وبيدي نضارة. في زنك أوكسايد، وده بيهدي البشرة وبيقلل من الالتهابات وبيحمي كمان البشرة من أشعة الشمس بس بدرجة بسيطة. في مرطبات قوية زي البانسينول والجليسرين، وفي كمان مندلك أسيد، وده بيقشر بلطفه وبيعالج آثار الحبوب وبيحسن كمان ملمس البشرة. وفي أكتر من مكون بيشتغلوا كمضادات أكسدة. كمان في خلاصة البابايا، ودي بتقشر بشكل خفيف وكمان بتفتح البشرة. عايزة بس أعرفكم حاجة، إن هو سيروم ومكتوب عليه سيروم، بس لما هتيجي تستخدميه هتلاقي إن لونه أبيض وقوامه زي اللوشن، وده لأن فيه مكونات تعتبر تقيلة شوية زي البانسينول وكمان الكولاجين. وفي كذا مكون تاني يخلوا القوام يبقى كده، بس هو ستيل أخف حاجة ممكن تستخدميها على بشرتك وبيدوب في ثواني، والبشرة بتمتصه بسرعة قوي، فمش منطقي ان احنا نقول اي حاجة تانية عليه غير انه سيروم. وانا بحب استخدمه قوي مع الميلا اكني سيروم، وبستخدم الميلا اكني سيروم الاول لان قوامه اخف، وبعده الوايت مينز وايت. وميلا اكني سيروم بقى ده اختراع وباين من اسمه، هو اهم حاجة فيه انه بيقلل جدا من الحبوب، وتركيبته برضو خطيرة. هو فيه زنك بيقلل جدا من افراز الدهون وبيهدي من الالتهابات وبيقلل ظهور الحبوب، وفي كمان اهم حمض البشرة الدهنية بتحبه وهو ساليسيليك اسيد، وده بقى بينظف المسام بعمق وبيدوب الدهون اللي جوه المسام، وكمان بيضيع الرؤوس السوداء والبيضاء. في كمان مرطبات زي زيت اللوز والجليسرين والعسل وخلاصة الألوفيرا، وكلهم حاجات هترطب من غير ما تحسس البشرة، يعني كمان لو بشرتك حساسة اطمني وانتي بتستخدميه مش هيسبب أي إيريتيشن. في كمان مواد بتنظم إفراز الدهون وبتقلل نمو البكتيريا اللي بتسبب ظهور الحبوب. مش مناسب لو انتي بشرتك جافة جدا أو لو حساسة جدا، ممكن تستخدميه مرتين أو 3 مرات بس في الأسبوع مش كل يوم. وممكن تستخدمي بعد الميلا اكني سيروم اي كريم مرطب انت بتفضليه، وطبعا بتستخدميه بالليل بس انا بحب قوي استخدم الاتنين مع بعض، بيسيبوا البشرة شكلها صحي وجلوي ومترطبة. المنتجين من شركات مصرية محترمة جدا وسعرهم مناسب جدا، وكمان موجودين في كل الصيدليات. وبس كده، بتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير مع صحابكم، وكمان لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه لحد دلوقتي اشتركوا، كمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. وبس كده، باي باي.